باريس سان جيرمان النهارده الحمد لله والشكر لله كسب ليمون، بس المشكله هنا ان ده باين لنا حاجات كتير قوي 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 مش حلوه. المشكله اللي حصلت بقى ان انت شفت البودلة بتوعت باريس سان جيرمان بيلعبوا ازاي، وانا ما انبسطتش خالص بيهم. يعني مثلا عندك على سبيل المثال راموس يطلع، احنا محتاجين رقم تسعة غيره لان هو بجد سيء للغايه. مفيش باك زي حكيمي، ما عندناش باك تاني، الباك التاني برضو ملط الدنيا يا جماعه. نص الملعب والدفاع والهجوم كان فيهم مشاكل كتير قوي. تحس ان هم اول حاجه مش متجانسين مع بعض، هم معاهم الكره وبينقلوا بيها بس ما فيش اي خطوره بتحصل خالص. كراف الذخيره كان كويس جدا، بس في الاول وفي الاخر برضو انت حاسس ان برضو في حاجه ناقصه، لا في لعيبه ناقصه. انت حاسس بالفرق وانت بتلاعب واحد درجه تانية ولا درجه تالتة. فاللي كان بيحصل ان انا كسبان 2-0، اوكي اهلا وسهلا بيك، بس انا كسبان في الاول وفي الاخر فريق درجه ثالثه. انت هتعمل ايه مع بريست في الشامبيونز ليج؟ وبريست اللي هو مش الفريق القوي يعني. ابوس ايدك يا انريكي، بعد اذنك انا عايز منك طلبين، بعد اذنك نفذهم لي. اول حاجه ان انا عايز مهاجم صريح رقم تسعة، اللي خلاص الميركاتو قفل والحمد لله اللي حصل حصل وخلاص. ان شاء الله باذن الله الجاي بقى هتلاقيني مهاجم بعد اذنك يعني. الحاجه التانية ودي الاهم، ما تخافش انت خايف ليه؟ انت ليه بتخش كل ماتش بتخاف؟ انت خايف ليه يا معلم؟ يعني انت في الشامبيونز ليج قدام السيتي الشوط الاولاني كنت خايف، والشوط الثاني ما خفتش وكله خسبت، كل واحد يعمل اللي هو بيعمله فعلا، والماتش كسبت 4 تمام. الماتش اللي بعديه شوتجارد برضه عملت نفس الكلام. ما تخافش، انت بتخاف ليه يا معلم؟